السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا متابعينا من كل مكان في فيديو جديد. معكم شيماء من قناه يوميات اسره عصريه. باذن الله فيديو النهارده هنشوف فيه هنعمل طريقه حلوه جدا للبتنجان المقلي المقرمش، ومش هيشرب معانا زيت، وهيبقى كريسبي جدا وهيعجبكم باذن الله. اول حاجه انا هنا معايا البتنجان ده اللي هو البتنجان الرومي زي ما بنقول عليه، اللي هو بيبقى كبير. هجيب عندي البتنجانه وهبتدي ان انا اقشرها. هقطع الاول الجزء اللي فوق، الجزء اللي تحت، وبعد كده هقشرها عشان اشيل الجزء الاسود ده. بعد كده هبدأ اقطعها بقى لصوابع والى اصابع. الاصابع برضو رفيعه، مش كبيره قوي. بعد ما خلصتهم تقطيع بجيب عندي مصفى، بحطهم هنا وبحط عليهم ملح، وهسيبهم بس مدة 10 دقايق عشان ينزلوا اي مية موجودة فيهم، عشان المية هي اللي بتخليه يمتص الزيت. هنشوف بقى التغليفة اللي احنا هنعملها لاصابع البتنجان. انا معايا هنا دقيق، اللي هو الدقيق بتاع الحلويات العادي، الدقيق الابيض، ومعايا هنا بيضة، ومعايا هنا فيجيتار. يا اما تستخدمي البقسماط المطحون اللي هو بيبقى من الخبز، بنحمص الخبز ونطحنه، او تستخدمي دقيق السامولينا اللي هو دقيق البسبوسة، او تستخدمي فيجيتار. انت معاكي حرية الاختيار، التلاتة ينفعوا. والتوابل مش هستخدم غير ملح وفلفل اسود وشطة اختياري. البيضة انا بضيف معاها معلقة واحدة من اللبن او الحليب. الملح هضيفه على الدقيق والبيضة والفيجيتار او دقيق السامولينا عشان كله يبقى متطعم معايا بنفس الطعم. وهنا الفلفل الاسود، فلفل اسود، فلفل اسود، الشطة، شطة، والشطة. بعد كده هقلب. بعد كده هاخد اصابع البتنجان الاول بنزلها في الدقيق، وبعد كده البيض، وبعد كده البقسماط، وهكذا بقى دقيق بيض بقسماط. بغلفها كده كويس واطلعهم بقى على طبق تاني. بعد ما خلصت الكمية معايا دلوقتي هقليها في زيت سخن. هخرجها بقى على مناديل المطبخ عشان تصفي الزيت الزيادة. دي اصابع البتنجان بعد ما اتقلت. بصوا بقى الصوت مقرمش جدا، مقرمشه جدا. اما بتاكليها ما تحسيش ان انت بتاكلي بتنجان نهائيا. لو انت ما قلتيش ان ده بتنجان، اللي بياكله مش هيعرف ان هو بتنجان خالص. صدقوني والله وعن تجربه. وبتهيألي احنا ما خسرناش كتير، يعني هي بضايه واحده وبتنجانيه واحده عملت لي الكميه دي. وجربوها وباذن الله وقولوا لي رايكم، والله تعجبكم جدا جدا. شايفين قلبها من جوه؟ يعني اكنك بتاكلي قطع فراخ، مش بتنجان خالص. اظن دي تجربه بسيطه وتستحق ان هي تعملوها وتقولي لي رايكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون عند حسن ظنكم. الى ان القاكم، لكم مني ارق التمنيات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.